المغرب يتجه لتسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة. في فيديو سابق تحدثنا على كون المغرب حقق سبقا متقدما في قطاع الطاقات المتجددة على المستويين الإقليمي والدولي بإنجازه لمشروع ضخم ويتعلق بمحطات نور أوتزازات، وذلك في إطار استراتيجيته الطاقية الوطنية. واليوم وفي إطار التتبع المنتظم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد لأهداف هذه الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولا سيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52% من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال. وخلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض بين يدي صاحب الجلالة حول المراحل التي قطعها برنامج تطوير الطاقات المتجددة الذي يعد ثمرة الرؤية المتبصرة لجلالة الملك. ويسمح هذا البرنامج المغرب من تأكيد ريادته الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الهام للانتقال الطاقي. وبهذه المناسبة أعطى صاحب الجلالة نصره الله توجيهاته السامية بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقات الشمسية والريحية. ويتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية وتقليص كلفة الطاقة والتموضع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة. ويتعلق الأمر خصوصا بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع. وفي هذا الصدد أمر جلالة الملك بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدل. ومن جهة أخرى تفتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للمملكة، ولا سيما في مجال لتحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته. وبهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون، أعطى جلالة الملك تعليماته ببلورة عرض المغرب عملي وتحفيزي في أقرب الآجال يشمل مجموع سلسلة القيم لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب. ويتعين أن يشمل إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي مخططا للبنيات التحتية الضرورية. وقد حضر جلسة العمل هذه مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادي فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بن علي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي. وللإشارة فإن مشروع نور ميدلت يندرج في إطار مخطط نور الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتأييد، يأتي عقب التشغيل الكامل للمركب الشمسي نور ورزازات الذي تولت إنجازه شركة أكوا باور السعودية. ويعد هذا المشروع المرحلة الأولى من مركب جديد للطاقة الشمسية متعدد التقنيات بميدلت. وسيكون نور ميدلت واحد إحدى أولى محطات توليد الكهرباء الهجينة المعلن عنها على الصعيد العالمي، بطاقة إجمالية تصل إلى 800 ميغاوات وقدرة تخزين تبلغ 5 ساعات. وستجمع هذه المحطة بين تقنية أنظمة الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الكهروضوئية من أجل إنتاج طاقة كهربائية مستدامة. ويتولى بناء مشروع نور ميدلت واحد مجموعة شركات تقودها شركة كهرباء فرنسا، وتضم هذه المجموعة الشركة الإماراتية مصدر، والمغربية برين أوف أفريكا، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 800 ميغاوات، والذي تقدر قيمته الاستثمارية بنحو 797 مليون دولار.